بيقول يعني رأيك ايه عن الشيعة اللي مش بيتفاعلوا مع مظلومية الزهراء؟ دول مش شيعة، دول مرتدين والعياذ بالله. الذي لم يتفاعل مع مظلومية الزهراء هو لب الموضوع ايه؟ وأول من تعرض للصدمة من الظلم والفسق والفجرة الكفرة الذين ارتدوا على أعقابهم بعد رسول الله محمد. من الذي تعرض؟ ما هو سيدنا الإمام وستنا الزهر، هو اللي شال الحمل كله. مين؟ ما هو الإمام والزهراء. الإمام والزهراء. مولانا أمير المؤمنين مر في طريقه إلى المنبر، لقي واحد على جانب المنبر يبكي ويقول لقد ظلمت. فالإمام أخذ بإيده وقال له أنت ظلمت مرة واحدة، أنا ظلمت عدد الشعر والوبر، تعال ندعو على من ظلمنا. هيقول له إيه؟ شوف الإمام، ظلمت عدد الشعر والوبر. الله أكبر. نعم ظلم أمير المؤمنين، ظلمت الزهراء. فيا حبيبي زي ما أهل السنة عندهم مرتدين، احنا عندنا في الشيعة مرتدين. لما يجي واحد بعدما تشيع ولبس العمامة ووقف على المنبر وأخذ الخمس ويقول لا شيلوا الشهادة الثالثة من الأذان ملهاش لازمة، يا ملعون شيلوا الشهادة الثالثة ازاي؟ امال تبقى انت موالي لأمير المؤمنين ازاي؟ امال تبقى انت من شيعته كيف؟ وما يجي يدافع عمن ظلموا الزهراء، مش بيدافع عن الزهراء، لا بيدافع عن اللي ظلموها. نقول الله لا يردك. شوف ان شاء الله تتعرض لضرب النعال يوم القيامة، وهو امامنا يوم القيامة، عما قريب جاي ان شاء الله.